في وقت ما انجلر كانت متربعه على عرش اليو اي فريم وركس من 2010، وكان ايفان شغال في شركه جوجل على مشروع انجلر لحد ما جات له فكره هو ليه ما يعملش اداه صغيره كده وفي نفس الوقت ما فيهاش عيوب انجلر، واللي كان اهمها ان انجلر كانت البندل بتاعتها كبيره جدا وفي نفس الوقت كان صعب عشان نتعلمها. وساعتها عمل المعجزه الفي جي اس، واللي عملت ضجه كبيره في مجتمع الفرونت اند والباك اند، لان ما كانش في حد بيستخدم لارافيل الا وبيستخدم معاها الفي جي اس. ولكن كان في حد منتظر من بدري وبيخطط انه يقلب الموازين، وهي فيسبوك عام 2013، واللي متأصلة في المهندس جوردن ووك، واللي اعلنت بشكل رسمي عن رياكت. وده معناه ان رياكت كانت موجوده قبل في جي اس واللي ظهرت 2014، واللي ياكد كده كمان ان في جي اس كانت بتاخد افكار من رياكت زي الفيرتشوال دوم، فكره مصمم رياكت. ورغم كده رياكت ما سمعتش لانها كان فيها لسه مشاكل كتير، وكمان البرفورمانس ما كانش اللي هو، وطريقه استخدامها ما كانتش سهله، فالسوق ما كانش فيه غير انجلر وفي جي اس هم اللي كانوا متصدرين في الصوره. ولكن رياكت ما استسلمتش، لان في 2017 خرجت فيسبوك بقلب جامد واعلنت عن تحسينات كبيره في رياكت، واهمها هو البرفورمانس بعد ما استخدمت طريقه جديده في الريندر وهي رياكت فايبر، واللي سمع في الوسط كله. وساعتها ابتدت تسحب السجاده من تحت انجلر وفي جي اس. لكن الموضوع مش مستمر كتير، لان ابتدى يحصل توازن تاني بدايه من 2020، لان انجلر وفي جي اس ابتدوا يشتغلوا على البرفورمانس، واولهم انجلر اللي وعدت بتحسينات كبيره في اصدارها التاسع. That are somewhere with like so-called low network devices who had long and tons of JavaScript to download actually. And this is one of the biggest issues Angular had back then or still has. And the team is really right now making this better and really developing to helping this. So that's why they decided, okay, we need to create a new rendering engine. We need to create something. ورغم كل محاولاتهم عشان يسبقوا رياكت، بس برضه رياكت هتفضل متصدرة خلال الكام سنة اللي جايين. وعشان كده هنبتدي أول حكايات إزاي نتعلم رياكت، وأحب أسميها حكاية مش كورس لأننا هنفهم رياكت. فجهزوا نفسكم للحكايات اللي جاية وأشوفكم في الفيديو اللي جاي.